بعد التطور الكبير اللي حصل لايفون 15 في التصميم وفي الكاميرات وفي الاداء، لو انت بقى معاك ايفون 14 تغيره وتشتري ايفون 15 ولا لا؟ مبدئيا كده احنا هنقارن ما بين الموبايلين من حيث كل حاجه: تصميم، شاشه، اداء، كاميرا، حمايه. تصميم الموبايلين في الظهر شبه بعض قوي، الاتنين جايين بنفس التصميم، نفس شكل الكاميرات، نفس كل حاجة. التطور حصل في التصميم الأمامي. ايفون 15 جاي بالدايناميك ايلاند أو الشرطة مع حواف صغيرة، وايفون 14 جاي بالنوتش القديمة بتاعت شركة أبل. طبعا الدايناميك ايلاند شكلها أفضل من النوتش بكتير. مميزات برضو الدايناميك ايلاند إنها موجود فيها انيميشنز، والانيميشنز دي يعني كتير. لو انت بقى حد اتصل عليك، حطيت الموبايل على الشاحن، فتحت تايمر. شاشة الايفون 15 جاية من نوع اوليد وبريفريش ريت 60 هرتز، وشاشة ايفون 14 جاية من نوع سوبر ريتنا اكس دي ار وبريفريش ريت 60 هرتز. انا عندي هنا مشكلة في حتة الريفريش ريت في الموبايلين، فانا نفسي افهم ازاي احنا داخلين على 2024 شركة ابل بتنزل موبايل اصلا ل 2024 الموبايل ده جاي بريفريش ريت 60 هرتز. في برضه معلومة تانية لازم تعرفها، وهي ان شاشة ايفون 15 بتوصل ل 2000 نتس تحت اشعة الشمس، عكس شاشة ايفون 14 اللي بتوصل ل 1200 نتس بس. وطبعا دي حاجة هتفرق معاك لو انت بتستخدم الموبايل تحت اشعة الشمس او بتستخدمه في مكان فيه اضاءة عالية. معالج ايفون 15 وهو ال A16 بايونيك، ومعالج ايفون 14 وهو ال A15 بايونيك. طبعا مش محتاج كلام، معالج ايفون 15 افضل. انت حرفيا هتلاقي الموبايل بيطير لان المعالج ده جامد قوي، زي طبعا سوفت وير ابل السلس. وعلى فكره ايفون 14 سريع برضه وجامد، بس ايفون 15 احلى منه. في حته الاداء بصراحه انا ما عنديش كلام كتير اقوله، بس الموبايلين جامدين. بس عامه من وجهه نظري لو عايز تغير من ايفون 14 لايفون 15 عشان الاداء بس، ما انصحكش بصراحه. كل موبايل من الاتنين جايب كاميرتين، بس بصراحه كاميرا الايفون 15 افضل. هتقول لي ليه؟ هقول لك بسبب التطور الكبير اللي حصل في كاميرا الموبايل ده. كاميرا الموبايل ده الاساسيه جايه بدقه 48 ميجا بكسل. الكاميرا في الوقت الحالي تدعم انها تعمل 2 اكس زوم من غير ما تفقد اي كواليتي، ودي طبعا حاجه مش موجوده في الايفون 14. طبعا ايفون 15 بيشحن بوصلة USB-C عادي، وايفون 14 بيشحن بوصلة لايتنينج، ودي بصراحة يعني من اكتر الحاجات اللي عجباني في ايفون 14. ايفون 15 سعره بيبدأ من $800 لأقل نسخة، وايفون 14 سعره بيبدأ ب $800 لأقل نسخة برضه. في حته التصميم زي ما انتم شفتوا في تطور كبير جدا في حته الدايناميك ايلاند، ان هم شالوا النوتش وحطوا مكانه دايناميك ايلاند. الشاشه تقريبا هي نفس الشاشه، ما حصلش فيها تطور. الاداء الاتنين بصراحه يعني قريبين من بعض، وبس المعالج ده احدث شويه. الكاميرات من الحاجات اللي حصل فيها تطور كبير جدا. من وجهه نظري لو انت عايز تغير من ايفون 14 لايفون 15 مفيش مشكله.